منتخب الوطن المغربي. ندخل سريعا في أجواء المباراة بينهما في هذه المباراة النهائية. صحيح ستختلف الثالث تلقى من بومسو يبحث عن الفرصة وتدخل من جانب فهد الخواري. المنتخب الكويتي الملقب بأزرق الصالات، وبذلك اليوم في مواجهة الكبير فهد غرباسي لكرة الصالات. كرة السدد، جول 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 جول. المنتخب الوطني المغربي يبدا اجواء المباراة بهدف من جانب من اسماعيل امزال. لم يتاخر المنتخب الوطني. هنا الفرصه، هنا الخطوره، محاوله من جديد تسدد. كانت محاوله استثمار خروج فهد الخواري من جانب عثمان بومسو في الموعد، تدعم تساند، وفي اجواء احتفاليه استثنائيه من جانب الجمهور المغربي الذي خطف شيدر يوسف جواد. تخرج مجموعة وتدخل مجموعة مع عودنا المدطنية وتدريجيا لاستئناس أجواء المباراة والدخول بشكل قوي مع تولي الدقيق لوسط الميدان. عملية التمرير كانت من خالد بوزيد. خالد سددها جانبا، مرت الطرف الأيسر، البحث عن التمرير، فرصة مغربية سدد بشكل مباشر. ذلك على مستوى التحكيمي، واللي زاد استثناء هو الاعتماد على تقنية الفيديو سيبورت اللي فقط مسألة استئناس على مستوى الدقيقة الأولى، ثم بعد ذلك المهارة والفنيات. والتسديدة تظهر من الطرف الأيسر، تسديدة كرة مغربية، جول 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 جول. الثاني بتسديده لا تسد ولا تراد من طرف سفيان الشعراوي. جاء الاول في حدود الدقيقه الثانيه، ثم بعد ذلك ياتي الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي على ايقاع هذه المباراه. شيء جميل يكون عندك منتخب يعني يعطيك هذا الثقه، يعطي الثقه للمعلق. ان شاء الله نتمنى ان المهمه تنتهي بشكل جميل. والتسديده كانت من جانب لاعب المنتخب الكويتي في اول كره عبد الرحمن. نتابعه بسهولة، تمريرة، فرصة، فنيات، المهارات تظهر بلمسة اسماعيل امزال بأقل مجهود. هنا فرصة الثالث، والقائم يرد كرة عثمان بومسو. القائم ماذا فعل؟ استرجع كورته، تقدم، سقط وخطأ يحتسب لفائدة النخبة الوطنية. تقدم انس العيان، كان بامكانه يسعى عن الثالث، البحث عن الثالث 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 الثالث، والحارس فهد الخواري في المتابعه. الحارس فهد الخواري في المتابعه، هجمه مرتده لعناصر المنتخب الوطني، البحث عن الثالث. لكن تمريره بعيد، سوء تفاهم بين غمره قد تعني اهداف اخرى بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. تنافس خصوصا الان يعني الواضح السيطرة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي وبدون صعوبة من جانب عناصر. الفرصة اليوم ستكون فرصة مناسبة للمنتخب الوطني من أجل محاولة التقدم في الخطورة في الخطورة، وكاد أن يفعل المنتخب الوطني المغربي في مناسبتين. الأولى من فرصة الثالث للمنتخب الوطني، فرصة الثالث، جول 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 كما كان متوقع. لعب النار المنتخب الكويتي بخطة الحارس الطائر، كونتر اتاك من جانب عناصر. إذن الحكم يقول بالفعل على الثاني، جاء الثالث وغيكون الرابع والخامس. منتظر ذلك فرصة تسديد ادريس رئيس الفني وإبعاده مع كرة القدم المغربية، تجاوزت كل الحدود. هنا فرصة الرابع، فرصة الرابع للمنتخب الوطني المغربي، لكن يتدخل في حارس الطائر. هنا تسدد، هنا بعد من طرف الحارس رضا الخيار. تحليل معطياتها. هنا فرصة راسية، حذاري حذاري، سلامات ان شاء الله يا بوريت، سلامات، ارتقاء، مهارة ناس، كرة ناس خطيرة، جول 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 وي جول، جول وي جول، تيكي تاكا مغربية ثلاثية في الشباك الكويتية، هدف عالمي يدرس. كيت الكرة، البحث عن الخامس 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 الخامس، جول 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 جول، 5 أهداف دون مقابل
يقسو هذا المنتخب الوطني المغربي على المنتخب الكويتي. بين خالد بوزيد انس وخطا يحتسب لفائده المنتخب الوطني المغربي. يعني والناس هنا كره مغربيه البحث عن التسديد خطيره، فرصه تسدد مره الاولى ثم الثانيه، ولا بعد ما سيطر بالطول والعرض امام المنتخب الكويتي والحصه غنيه كل تعليق 5 أهداف دون مقابل. عبد الكريم البيا هنا فرصه مغربيه، فرصه حراسه المرمى الخياري وكذلك جول سادس للمنتخب الوطني المغربي، يرفع الحصيلة التهديفية في دقيقة الجولة الثانية بهدف وهدف جدة بمختلف المحافظات السعودية. إذن يرفض الهدف بطاقة صفراء ماذا حدث خالد بوزيد في لقاءات الفوتسال. لا يجب أن يتم التساهل. هنا فرصة جول رضا الخياري فعل في المباراة الماضية أمام المسارات. يعني هنا فرصة، شوف لاحظوا جول هدف السابع للمنتخب الوطني المغربي. إذن تتحول النتيجة إدريس رياس الفني الأسود ترقص فرحا بالأهداف المسجلة لأعلى مستوى على كافة الجوانب. هنا سددت والهدف أخيرا المنتخب الكويتي الشقيق يسجل الهدف، والهدف جاء بلمسة من عبد الرحمن الطويل. سعيد